في زحمة الحياة ننسى أحيانا أن السعادة ما تحتاجش أشياء كبيرة. نركض وراء أشياء كثيرة ونفكر أن الراحة بعيدة، لكن الحقيقة الراحة كانت دايما قريبة في أبسط التفاصيل. في مطبخ صغير نحضر فيه حاجة بسيطة، نحط فيها تعبنا ونيتنا وحتى شوية حب. في طريق طويل نمشي فيه وحدنا أو مع أفكارنا، نحاول نفهم أنفسنا أكثر. في لحظات هدوء بعيدة عن الضجيج نلقى فيها راحة ما نشريهاش بالمال. الحياة ماشي كاملة وماشي لازم تكون كاملة، يكفي أنها تكون حقيقية. يوم عادي فيه تعب وفيه تفكير، لكن فيه أيضا لحظات صغيرة تخلينا نبتسم. أحيانا قطعة حلوى بسيطة أو فنجان قهوة أو حتى لحظة صمت تقدر تغير يوم كامل. إحنا مش محتاجين نعيشوا حياة مثالية، نحتاجوا فقط نعيشوا بسلام ونتعلموا نرضاو ونشوفوا الجمال في الأشياء البسيطة. لأن الحقيقة الحياة مش صعبة كما نظنوا، إحنا اللي نعقدوها. خليها بسيطة وراح تكتشف أن السعادة كانت قدامك من البداية. ومع مرور الوقت نبدأ نفهم أن الحياة ما تعطيكش كل شيء في نفس اللحظة، تعطيك أشياء بسيطة لكن إذا انتبهت لها تلقى فيها معنى كبير. أحيانا نتعب ونحس أنه كل شيء واقف، لكن في الحقيقة إحنا اللي نحتاج نوقف لحظة ونشوف وين راه الخير في حياتنا. مش لازم كل يوم يكون مميز، يكفي أنه يكون هادئ. الهدوء نعمة كبيرة ما يحسهاش إلا اللي جرب التعب. وفي تفاصيل صغيرة نعيشوها كل يوم نلقاو رسائل ما كناش نشوفوها من قبل. كي نحضر أكلي أو نشوف طريق قدامي أو حتى لحظة سكوت، نحس أنه الحياة تقول لنا خفف وعيش ببساطة. لأن السعادة ما تجيش مرة واحدة، تجي على شكل لحظات صغيرة لكن صادقة. واللي يفهم هذا يولي يعيش مرتاح مهما كانت ظروفه. مش لازم يكون عندك كل شيء باش تحمد ربي، يكفي يكون عندك قلب راضي. ومع الوقت تتعلم أنه أهم شيء مش وش تملك، لكن كيفاش تعيش. لأنه في النهاية كلنا نبحث عن نفس الشيء اللي هو راحة البال. وإذا لقيتيها في الأشياء البسيطة راك ربحت كل شيء. خليك بسيط وخليك حقيقي وخلي حياتك تمشي بهدوء، لأنه أجمل ما فيها هو بساطتها.